زي الديزاين اصلا على فيجوال فريم. اه يا جماعه، انا دلوقتي مش عايز ان أنا ادفع اشتراك كانفا برو، مش عايز ادفع مليون اشتراك، عايز بس هو مكان واحد يعمل لي كل حاجه. إيه الحل اهو. هتيجي على مثلا واحده من الفيتشرز اللي على الجنب دي كلها، في فيجوال فريم دوت كوم، ان انت هتيجي تديزاين او تعمل اي حاجه ماشي. فانا يا عمر انا ما عنديش اي خبره او خلفيه عن اي حاجه في الديزايننج. عامه دي كلها حاجات اتعملت بيها بالفيتشر اللي انتوا لسه شايفينها دي ماشي. فانا يا عمر عندي فكره حلوه قوي، ان انا عندي مثلا الكومبوننت ده ماشي، وانا عايز يا عمر ان انا اخلي الاي اي يعمل هو عليه مثلا اي حاجه، ممكن نعمل عليه اي حاجه، اب سكيل بقى، تشيل باك جراوند، اغير الباك جراوند، عايز اعمل الترا، احط مليون مثلا صوره تانية واقول له يدخل الكومبوننتس في بعض ونعمل صوره مع بعض. بس انا دلوقتي اللي هحاول انه يعمله، ان احول الاي اي الترا هنا. هنختار الموديل، انا شايف لا الفيتشر دي احسن حاجه ان انا اختار نانو بنانا برو. بس خلينا نيوز نانو بنانا برو في العادي هنا. والاوتبوت بتاعنا نختار الريشيو بتاعته ونقول آه اللي احنا كل تصريح عايزين احنا نعمله ان احنا دي هتبقى اد، فعايزين نحط لها سي تي ايز ماشي. عشان ده هيبقى بروفيشنال اد وبتاع، وانها تبقى اتنشن جرابنج، وان هو الكالرز انا مش بفهم في الكالر بقى، طول بفهم في الكالر جريدنج ولا أي حاجه، فهختار لي حتى الكالرنج الديتيلز نفسها الحاجات دي. وهيساعدني ان هو اجيب لي كونفرجن ريت على الستاتكس بتاعتي. ماشي يا جماعه، انا كل الفكره اللي قلت له هنا ان هو يحط حبه سي تي ايز ويوز تو، يعني حتى انتوا واخدين بالكم كلام كله مكسر وبتاع، بس ان هو يستخدم يعني يحط حبة كيز، وإن هو يستخدم نوعين من الفونت، وسنسرف ولا سنسرف مش فاكر اسمه بالظبط، وإن هو ياخد حاجة تانية أولد ماني ستايل، قلت له الأودينس بتاعنا إيه، الفايبس اللي إحنا بنمشي عليها، وإن هو يكون لونه إيه الفونت نفسه ماشي. وهو اوريدي انا سيلكتد لاير اللي هي اللاير بتاعت الحاجه نفسها. انت عادي ان انت اب تو 10 لايرز تقريبا او خمسه مش فاكر بالظبط، يعني ان انت تجنريت بير تايم. بس انا بس سيلكتد لاير اللي محطوطين هنا اللي هي دي. ماشي يا جماعة، دي اللي هو عملها، الصورة اللي هو عملها. آه زي ما شايفين ده الانبوت وده الاوتبوت بتاعه. انا اللي قلت له ان هو يوز بولد سنسرف، وان هو يوز حاجة تانية قلت له ستايل كذا، قلت له على الكالر بتاع الحاجة نفسها. دي حاجة اللي هي بسيطة عامة، ما فيهاش أي تعقيد، ما فيهاش أي حاجة، أفتكر إنها حاجة بسيطة فشخ أي حد يعرف إنه يعملها. ويعني هي عامة بتفتح لك أبواب لحاجات تانية كتيرة، بس عايز أوريكم حاجة ماشي. ماشي يعني أنا مش هتكلم عن حتة إن أنت من هنا وأنت شايف الكواليتي نفسها بتاعت يعني أنت شايف الكلام نفسه لسه واضح وكل حاجة كده. طبعا أنت ممكن تعمل مليون حاجة، مليون ريفرنس عليها. تعرف إن أنت تقدر تعمل حاجة اسمها امبينت، ودي مثلا اللي هو إيه، أقول والله أنا مش عجباني مثلا الحتة دي هنا، فأقول مثلا إن هو ديليتد، فأنا مثلا مش عاجبني اللوجو ده، أقول له إن هو ديليتد، وأختار إن هو أقول له ديليت. مثلا هو أوريدي على الحتة اللي أنا عملت له هايلايت، هو قادر إن هو يختار الموديل، بس أنا بحب الموديل اللي هو في الحوارات دي. هو هاي بروسيس، فانا هتلاقي ان الموضوع اتشالت الحته اللي انت عايزها غيرها، عمل لها اي حاجه ممكن انها تيجي في بالك. الموضوع بجد يا جماعه دلوقتي سهل قوي، انت بتعمل كل حاجه في نفس المكان، واللي هو انت خلاص ما عادش في اي حاجه تانية انت فاضي ان انت ما تعملهاش، فاهمين؟ بدل مليون اشتراك انت هنا هتعمل كل حاجه، وهنا كل حاجه شغاله. انت حتى نفسك ممكن ان انت تعوز بقى ان انت تحط حبه تكست بتاع، تغير بقى مكان اللايرز، تعمل مش عارف مين، تغير في الديتيلز اللي هنا، تلفلف، تعمل اللي هي الحاجات البيزكس دي اللي هي بتاعت الشغل نفسه. او مثلا ان انت تخلي حاجه اغمق افتح، آه تخلي حاجه اغمق افتح، فاهمين؟ اللي هو انت بجد هتعرف تعمل كل حاجه عادي. ماشي يا عمر، في الحوار اللي هو بتاع امبينت لما انت بتبروسس الحاجه عشان هدف بتاعه. برضه انت ممكن مثلا ان انت ترجع عايز ان انت تاخد سكيل تمسح تعمل مليون حاجه، انت تعرف تعمله عادي مش حوار. عايز برضه ان انت تعمل اللي هي الحاجات البيزكس اللي هي بتاعت مثلا يعني برايتنس اعلى اقل مش عارف مين، كونتراست، اللي هي الحاجات دي كلها عادي. هتعرف برضه ان انت تعملها هنا. تكتب فونت، تعمل كل حاجه ماشي. وحتى ان انت تخلي الاي اي هو اللي يكتب لك الفونتس يعني انت بجد هنا انت خلاص فاهمين اللي هو ما عادش هيبقى فيه جرافيك ديزايننج بإيدك تاني، ال AI هو اللي هياخد الموضوع كله. يعني تشيك اوت بقى فيجوال فريم دوت كوم، هتلاقوها موجودة اللينك في البايو وفي الديسكربشن بتاع الفيديو ده، هتلاقوا عليها 50% اوف، وهتلاقوا ساعتكم بجد في كل حاجة. أنا مش غير هي في شغلي والله.